والحمد لله ما شاء الله رغم الإصابة. يعطيك الصحة. ندخلوا توا في المباراة. النجم الرياضي الساحلي اليوم استقبل في أولمبي سوسة النادي الإفريقي، مباراة ممتعة جدا نتابعوها في هذا التقرير مع أمير الزيتوني، أنيس موسى، بثينة الردادي ورياض الدريدي. أولمبي سوسة أمام حضور جماهيري كبير، دخلوا أجواء رائعة في المدرجات. كلاسيكو النجم والإفريقي ينتهي على نتيجة التعادل 2-2. نقطة لكل فريق في كلاسيكو كان مشوق حتى اللحظة الأخيرة. هدف المباراة للنادي الإفريقي يعدل الكفة رغم اتجاه لاعبي النجم للحكم المساعد. رغم حضور الأهداف فإن العنوان الأبرز لهذا اللقاء سيبقى الفرص الضائعة. أهداف مهدورة من الجانبين، لكن نصيب الأسد كان للاعبي الإفريقي. في كرة القدم فما أيامات تكون فيهم النجاح غايب وما يلزمناش نضخموا الموضوع. أنا نركز على أن سجلنا زوز أهداف خارج ميداننا ومتقلق من قبول زوز أهداف. محمد المكشر يدخل بزوز تغييرات فقط في تشكيلته مع عودة بوغطاس وداكدوك أمام بيتوني اللي دخل كالعادة بعديد التغييرات، لكن هالمرة بغيابات اضطرارية عديدة واختيارات هجومية محدودة، خاصة في غياب إصرار في كينزومبي وقرب. الحوار ينطلق سريع، 4 دقائق لعب. الزمزمي يخسر كرة في الوسط، توصل للراقي العواني، يسدد من خارج 18 واليفرني يرجع. شوات في المتابعة يحط كرة في الشبكة ويمضي على أول أهداف اللقاء. شوات يمضي أولى أهداف المباراة في بداية قوية وواعدة لهذا الكلاسيكو مع الدقيقة الرابعة. الإفريقي يدخل أجواء المقابلة بعد 10 دقائق. العبيدي من لا شيء يخلق الخطر، يمهد وإيت مالك في 18 ما يتحكمش في كورته. محاولة أخرى للنادي الإفريقي تنطلقها المرة من حمزة الخضراوي. الزمزمي للعبيدي وتمريرة ممتازة مرة أخرى للخضراوي اللي يتوغل ويسدد في الزاوية المعاكسة ويغالط الخرداني. هدف التعادل عن طريق حمزة الخضراوي، برشا خدمة في هذا الهدف، هدف ممتاز جدا للنادي الافريقي. التحذير كان من حمدي العبيدي يتمكن من تعديل النتيجة حمزة الخضراوي. واحد بين النجم والإفريقي قبل اكتمال ربع ساعة لعب. بعد هدف التعادل اللعب باش يتواصل مفتوح من الجهتين. ايت مالك بطريقة غريبة يضيع 2-1 بعد توزيعة رائعة من الزمزمي. كرة ضعيفة تلمس في القائم وتخرج. فراس شوات كيف يرفض منح الأسبقية الفريق وفيها الفرصة اللي ما استغلش فيها سوء تفاهم بين اليفرني وعلي يوسف. إهدار الفرص يتواصل. معتز الزمزمي ما يستغلش توزيعة ايت مالك في القائم الثاني على الطاير، كورته تمر قريبة من القائم. نلعبوا في دقيقة 35. الهجوم للنجم، بوغطاس يوزع، العواني مهد بزدر وفادي بنشوك في المتابعة يحط كرة في سقف المرمى وهدف جميل أمام باهت تغريبة من دفاع الإفريقي. الله ثاني الأهداف من فادي بنشوك يمضي ثاني الأهداف للنجم الساحلي أمام بهتة في دفاع الإفريقي. اضطراب في دفاع الإفريقي يستغله فادي بنشوك. النجم يكمل الشوط الأول متقدم في نتيجة وبأداء أفضل خاصة في وسط الميدان، الشيء اللي يخلي بيتوني يعجل بالتغييرات. سيماكولا وقليلش مكان خليل والصغير اللي كانوا خارج الموضوع. يلزمني برشا جرأة باش نقول الكلام هذا، أما أنا أخطأت في التشكيلة لأنه خليل والصغير ما كانوش حاضرين 100%، لكن حبيت نعتمد على لاعب الخبرة في مقابلة اليوم، ما كانوش في أفضل حالاتهم، هذاك علاش غيرتهم بين الشوطين. المنافس ما شاء الله عنده العديد من الحلول. احنا في الليكيب نتاعنا عندنا بعض المراكز اللي ما عندناش فيها حلول، وخاصة في وسط الميدان. كانت تشوف انت ترجع للمباريات الكل تلقى تقريبا 3 لاعبين هذوكم هما بيدهم اللي قاعدين يلعبوا. وسط ميدان الافريقي يصبح اكثر توازن مع سيماكولا، واللمسة الفنية القليلة تصنع الفارق. تمريرة أولى ممتازة للعبيدي، الخرداني يرجع الكرة أمام الخضراوي. جناح الافريقي يرفض الهدية أمام مرمى فارغ يحط كرة لبرا.
مرة أخرى قليلش في بداية العملية، التوزيع حمدي العبيدي بالراس في دين الحارس، اسميشي ياخذ مكان الشماخي والنجم كان قريب من الكاو في دقيقة 72. شوات تقريبا وجها لوجه يضيع الهدف الثالث على فريقه. عبد الملك قليلش بدوره يشارك في مهرجان الأهداف الضائعة، تمهيد رائع من العبيدي لكن الجزائري يفشل في مغالطة الخرداني وتصدي ممتاز من حارس الإطوال. النجم يتراجع أكثر في نهاية اللقاء لكن الخرداني واصل تألقه هالمرة أمام تسديدة أرضية من السهيلي. سواء نلعبوا في سوسه ولا نلعبوا برا من سوسه، عمري ما نطلب من اللاعبين نتاعنا باش نتراجعوا، ما حاولنا معناتها باش ندافعوا، لكن تقول لي في اخر المباراه صحيح تراجعنا برشا بما انه نلعبوا ضد منافس محترم اللي ما يلزمناش ننساو، وثاني حاجه حاولنا باش نستحفظوا على النتيجه. الافريقي اخطر في الدقائق الاخرى وايد مالك بانانيه كبيره يضيع مجهود كبير، يسدد بعيد بعد سلسله من المراوغات. الدقيقة 87 الأوراق الحمراء تسجل حضورها في اللقاء بعد حوار بين سيدريك كبو وغايث الزعلوني. البرتغالي كلاوديو بيريرا يقصي اللاعبين الزوز. 7 دقائق وقت بديل والافريقي وصل المحاولة للأخير. البديل رشيد العرفاوي يمرر ايت مالك، هالمرة يختار التمرير. حمدي العبيدي في الاستقبال يحط كرة في الشباك ويمضي على التعادل في الوقت القاتل. مباراة للنادي الافريقي يعدل الكفة رغم اتجاه لاعبي النجم للحكم المساعد. وفرحة كبيرة المهاجم الافريقي كلفت الصفرة الثانية والإقصاء. لقاء ينتهي بهدفين لهدفين في كلاسيكو ممتع ومشوق، وتعادل قد يرضي وقد لا يرضي الفريقين، بين نجم منتصر لحدود الدقيقة 92 وافريقي ابدع لاعبوه في اذاعة الفرص السهلة. الملاعبيه تراجع معناتها عفوي، ماهوش احنا نحبوا نتراجعوا، حاولوا باش يستحفظوا على النتيجه، لكن كره القدم فيها الاخطاء، واكيد بطبيعه الحال اني بيرسونيلمون نتحمل المسؤوليه، ما يتحملها اللاعبين قاموا بالمجهود اللي يلزموا يتعمل. كنا نجموا نربحوا المباراه نتاعنا من الشوط الاول، ما كتبش رب